يتغلب على الميناء بثلاثية مقابل هدف وحيد، والقاسم تغلب على أربيل بهدف دون رد لقمة هذه المباراة. هذا هو التذكير بنتائج الجولة الماضية، واليوم أكيد ستنطلق أحداث قمة هذا اللقاء لهذه المباراة، ولا زلنا نترقب ونشاهد هنا النظرات للكابتن باسم قاسم الجنرال المدرب لنادي النفط يبحث عن خطف النقاط الثلاثة لهذه المباراة، وأكيد ننتظر ونترقب أحداث مباراة اليوم. كذلك اليوم تنطلق 5 مباريات، بعد هذه المباراة ستنطلق مباراة نادي اتهوك والكرخ الساعة 5:30، وكذلك مباراة نادي نفط البصرة والحدود، ومباراة القوة الجوية ونفط ميسان ستكون لختام الجولة للجولة 22 من منافسات دوري نجوم العراق. نترقب، وتأخرت المباراة عن انطلاقها، ربما هناك خلل داخل أرضية الملعب، نعم ربط الشباك، وأكيد ستنطلق الآن صافرة الحكم الدرجة الأولى أوميد مصطفى من السليمانية، هو من يضبط هذا اللقاء. ولإدارة هذه المباراة ديربي نفطي، كذلك أيضا قاد هذا الحكم مباراة نادي نفط الوسط ومباراة نفط الوسط والكهرباء التي انتهت ب3 أهداف مقابل لا شيء. إذن هنا على بركة الله، وأكيد تنطلق صافرة البداية لقمة هذا اللقاء وأحداث هذه المباراة بصافرة الحكم أوميد مصطفى بين نفط الوسط ونادي النفط. نبدأ بأسماء اللاعبين وتشكيلة المدربين. كتيبة المدرب عماد عودة، بينما بالحراسة مصطفى زهير، وخط الدفاع ناجي ناطق سلامة اللاعب، بكاري انداي ولويس فرنانديز، أحمد عبد الحسين، محمد أبو حشيش، علي ماجد وناثانيل بانجو. بخط الوسط حسين عبد الواحد وسامر محسن ومنتظر شعلان. هي تشكيلة المدرب عماد عودة البصري، وبعد التدخل بالكرة الماضية من اللاعب علي ماجد، وصافرة حكم المباراة كانت حاضرة، بينما تشكيلة المدرب باسم قاسم. بالحراسة مصطفى طارق وأكلوسة أجبوزو، سامسون دير، حسين عباس، أحمد نعيم وعمار غالب، وحسن داخل. بخط الوسط نيد فريكي، حيدر حسين وجوزيف، وكذلك أفولابي أوكيكي. هي تشكيلة نادي النفط. أوكيكي واحد من هدافين دوري نجوم العراق حتى الآن، هذا اللاعب أوكيكي واحد من اللاعبين المميزين، عنده 11 هدف في دوري نجوم العراق بعد السوري علاء الدين الدالي لاعب نادي نفط ميسان. وهنا الكرة تصل لنادي النفط. النفط بملعب المدينة الدولي بهذه المباراة والبحث عن أول أهداف اللقاء. الكرة وصلت هنا من جديد، ولكن تغادر أرضية الملعب. طالت الكرة من اللاعب حسين عباس، غادرت أرضية الملعب من حسين عباس في مباراة ديربي نفطي، نفط بغداد أمام نفط الوسط. بهذه المباراة نبحث عن الهدف الأول والنقاط الثلاثة، أكيد ستكون حاضرة بهذه المباراة. هناك نقلة وللأمام، تلعب الكرة طويلة، مرت الكرة بوسط الملعب من أحمد، فتعود هنا مرة أخرى لعندليب الفرات، بينما تنقطع من حيدر حسين، وصلت من حيدر وبوسط الملعب لعمار، عمار لحسن داخل يلعبها. بالمناسبة حسن داخل القادم من نادي نفط الوسط ولعب لنادي نفط الوسط، وهناك أيضا اللاعب النيجيري سامسون دير أيضا لعب لنادي نفط الوسط في الموسم الماضي، والآن يعد واحد من هدافي نادي النفط. اللاعب سامسون دير عنده 6 أهداف هذا اللاعب مع نادي النفط، وأوكيكي برصيد 11 هدف مع نادي النفط. نترقب هنا اللاعب محمد أبو حشيش القادم من الزوراء المحترف الأردني، وهذا سامر محسن لعب في سبيل الإعارة لنادي القاسم وعاد أيضا لنادي نفط الوسط. سامر محسن والكرة هنا بوسط ملعب، الارتقاء الابعاد، كلوسة أبعتها من كلوسة، وصلت هنا بوسط الملعب، تعود الكرة تنقطع لكتيبة المدرب باسم قاسم، سقوط لاعب على أرضية الملعب، سلامة اللاعب. هذا الموسم نادي نفط الوسط لن يلبي الطموح
وكذلك لن يحقق الفوز خلال 21 مباراة قاتها نادي نفط الوسط. لعب 21 مباراة لن يتمكن من الفوز بأي مباراة، تعادل ب10 مباريات، وكذلك خسر 11 مباراة، وآخر خسارة كانت من الشرطة 1-0 نادي نفط الوسط، وهو المتذيل بترتيب دوري نجوم العراق في المركز الأخير، بينما نادي النفط بالمركز التاسع. ولا زلنا نشاهد هل يخطف 3 نقاط هنا من ملعب المدينة، وبطاقة صفراء تشر على اللاعب سامسون دير لاعب نادي نفط الوسط السابق والحالي لنادي النفط. هذا من النفط إلى النفط. وهنا توجيهات الكابتن باسم قاسم، كابتن باسم قاسم الجنرال لكتيبة النفط، هو من يقود كتيبة النفط بقمة هذه المباراة. ولا زلنا نترقب ونشاهد أحبتي حتى الآن نعم عدة مواجهات جمعت الفريقين. نفط الوسط الأكثر فوزا خلال المواجهات التي جمعت الفريقين، حقق الفوز ب5 مواجهات، بينما النفط فاز ب4 مواجهات وحضر التعادل ب7 مواجهات خلال لقاءات الفريقين. لكن بهذه المباراة وبهذا اليوم من يحقق النتيجة ومن يحقق النقاط الثلاثة بوسط الملعب انقطعت من عمار وعادت هناك لأحمد نعيم. أحمد نعيم القادم من النجف، مثل النجف ونادي القاسم، والكرة غادرت أرضية الملعب بنفس التوقيت. لا زال يلعب نادي القاسم مباراته أمام نادي النجف. هذا عمار غالب لعب لنادي الشرطة وعدت الكرة هناك للأمام، لا زالت مستمرة بوسط الملعب، تعود من الشرطة للكهرباء والكرة بوسط الملعب. هنا نقلة تنقطع وتغادر أرضية الملعب. ندية المباراة تستمر ما بين الفريقين. حيدر حسين، هذا حيدر حسين، وتستمر محاولات نادي نفط الوسط بالبحث عن الهدف الأول. لابد أن يكون هناك تكتيك، لابد أن يكون هناك تدخل، لابد أن تكون هناك أمور أكيد تنهض بواقع نادي نفط الوسط بما يمر به نفط الوسط من معاناة كبيرة. حقيقة هي معاناة عندما لا تفوز بأي مباراة خلال 21 مباراة ولا تجمع النقاط إلا من خلال التعادلات. خسر نعم 11 مباراة، ويبقى أيضا الأكثر خسارة في دوري نجوم العراق حتى الآن هو نادي أمانة بغداد، حيث خسر ب 13 مباراة، ونادي أيضا نفط الوسط خسر 11 مباراة حتى الآن، وحتى الجولة الأخيرة بعد ما خسر من نادي الشرطة بهدف مقابل لا شيء. شاهد بعد الاشتراك بالكرة الماضية بين اللاعب منتظر شعلان وأيضا اللاعب بالرقم 44 هناك بعد التدخل بالكرة الماضية بين اللاعب كلوسا أجيبوزو التوغولي. هذا سامر محسن، أكيد المحاولات تستمر وتبادل الكرة بوسط الملعب بالبحث عن هدف أول لقمة هذا اللقاء ما بين الفريقين. وها نحن نشاهد أكيد وننتظر من يخطف النقاط الثلاثة. هل ستذهب 3 نقاط لكتيبة المدرب عماد عودة بقمة هذه المباراة، أو تكون لكتيبة المدرب باسم قاسم؟ عادت هناك بنقلة من جديد، محاولة تستمر حتى الآن، فعدت. نادي النفط سيواجه الشرطة في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس العراق بعد الفوز على نادي أربيل بركلات ترجيح. مرت الكرة هنا بوسط ملعب، نقلة وعدت لنادي نفط الوسط، لا زالت مستمرة هجوم. سامر محسن يحاول تسديد، سامر محسن تنقطع هناك المحاولة داخل منطقة 18، وصل السالة لمصطفى طارق. من مصطفى طارق يلعب الكرة طارق، هل يطرق شباك نادي النفط أو تكون هناك من نفط الوسط العندليب بهذه الكرة، وعادت للنفط مرة أخرى. هي تعود الآن بنقلة من نيد، يحاول بهذه الكرة طويلة، وصلت من جديد وبوسط الملعب أحمد هناك للاعب ناثانيل يلعبها، وصلت سهلة لمنتظر، هذا مصطفى زهير وهذا مصطفى طارق. وتستمر ندية المباراة بهذا الحال وبهذه الهجمات التي لن تصل وتهدد مرمى الحراس حتى الآن. لابد أن تأتي الأهداف. هذا هو اللاعب ناثانيل
بانكو. ناثانيل يترك الكرة الآن. ناجي ناطق من ناجي، تلعب يا ناجي ناطق وتغادر أرضية الملعب. تستمر ندية المباراة بالبحث عن هدف، وكذلك نبحث عن الأهداف بقمة هذا اللقاء. كما ذكرنا أحبتي، لابد أن تأتي الأهداف، لابد أن تكون النقاط الثلاثة حاضرة بمباراة اليوم. وصلت الكرة هناك بتسديد من مكان بعيد، تسديدة رائعة، وكذلك لازلنا نترقب ونشاهد حتى الآن إثارة هذه المباراة بالبحث عن هدف أول. من يتمكن من تسجيل أول الأهداف؟ هل نادي النفط أم نفط الوسط، الفريق الذي حل ضيفا؟ فعادت الكرة هنا بنقلة من جديد ولا زالت مستمرة. نعم أحبتي، في مباراة الذهاب في المرحلة الأولى بملعب النجف خسر نادي نفط الوسط من نادي النفط ب4 أهداف برباعية كبيرة في مباراة الذهاب، وتعد واحدة من أكبر النتائج التي جمعت الفريقين. نعم، وخلال لقاءات الفريقين النتائج الكبيرة دائما تكون لمصلحة نادي النفط. ففي واحدة من المباريات في موسم 2018 النفط حقق الفوز على نفط الوسط ب3-0، وفي آخر لقاء جمع الفريقين 4-0 لنادي النفط على حساب نفط الوسط. هذا حسين عبد الواحد لعب لنفط الوسط وغادر نفط الوسط، ذهب لنادي نوروز، ومن ثم عاد أيضا لعب للعديد من الأندية لزاخو. سلامة اللاعب كلوسا أجبوز. كلوسا يعاني بعد التدخل بالكرة الماضية. أزالت مستمرة. الشرطة يبقى في صدارة ترتيب دوري نجوم العراق بعد فوزه على نادي الميناء بالأمس بهدفين دون رد. عادت من جديد اليوم أيضا القوة الجوية سيلعب مباراته أمام نادي نفط ميسان لحساب الجولة 22 من دوري نجوم العراق. وكذلك زاخو يبقى في المركز الثالث من ترتيب دوري نجوم العراق بعد الفوز الثمين على نادي نوروز بتلك المباراة الجميلة، مباراة ديربي شمال العراق، عراقنا الحبيب، التي انتهت بهدفين دون رد. وهنا صافرة وخطأ. يقترب من المتصدرين نادي زاخو، وهو يقدم عروض جميلة وممتعة في دوري نجوم العراق. هذا إذا استمر نادي زاخو بهذا الحال، فأكيد يريد الاقتراب من قطف اللقب، ويريد أن ينافس نادي القوة الجوية ونادي الشرطة على لقب دوري نجوم العراق. ولا زلنا نترقب. هذه الجولة فيها مباراتين مؤجلتين، مباراة كربلاء والطلبة التي تأجلت، ومباراة الكهرباء وأربيل أيضا تأجلت. هي الكرة تعود هنا بوسط الملعب، ونقلة أمامية بعيدة هناك تعدي، لا زالت مستمرة لنادي النفط، وهناك صافرة وراية للمساعد بريار قادر. الخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية ولمصلحة اللاعب نيد افريقي الافريقي، هذا القادم من القوة الجوية. خطأ كان، والبطاقة الصفراء كانت ايضا على اللاعب. هذا هو لويس فرنانديز البرازيلي، تلقى البطاقة الصفراء بعد التدخل باللقطة الماضية بين اللاعب لويس فرنانديز ونيد افريقي. ثابت الكرة لنادي النفط، للنفط بهذه اللحظات. أحمد نعيم على التنفيذ من الجهة اليمنى، يلعب الكرة أحمد نعيم، تتهيأ لكن هنا التحضير وتتخلص، يأتي الإبعاد. الكرة بوسط الملعب، هناك بنقلة من اللاعب حسن لعمار، تعود الكرة للحارس مصطفى طارق. من مصطفى طارق ينتظر طارق ليلعب الكرة طويلة للأمام من مصطفى طارق، تتهيأ ويأتي الإبعاد بالرأس. تعود هنا بوسط الملعب نقلة من حسين عبد الواحد، حسين عبد الواحد باتجاه اللاعب سامر محسن، لكن تعود الكرة لعمار غالب، من عمار لحسن يلعبها أمامية. حسن مرت الكرة لحيدر حسين، حيدر حسين يحاول من حيدر حسين، وهنا ناجي ناطق يقطع الطريق على اللاعب حيدر حسين، وتشتيت الكرة تعود مرة أخرى سامسون دير يلعبها، والكرة وصلت هناك بوسط ملعب من سامر،
تعود لعلي ماجد، من علي ماجد تمريرة علي مرت لحسين عبد الواحد، ومحاولة يأتي بالإبعاد من اللاعب كلوسا أجي بوزو. أبعد الكرة الماضية، والكلام ما بين المساعد حيدر عبد الحسن، المساعد الدولي منذ عام 2017، كابتن حيدر عبد الحسن المساعد الأول لحكم المباراة، هم من يضبطون هذا اللقاء وإدارة هذه المباراة حتى الآن. والتعادل مستمر ما بين النفط ونفط الوسط. أحبتي لازلنا نشاهد مستمرة الكرة هناك بمحاولة عدت أمامية، حيدر يلعبها من حيدر والكرة لسامر، أم تعود هناك من اللاعب نيد يحاول بهذه الكرة للنفط، غادرت أرضية الملعب. تستمر ندية المباراة، وهنا صافرة وأيضا راية المساعد. شاهد بعد التدخل بالكرة الماضية والخطأ، ذكرنا مباراة نوروز انتهت بهدفين دون رد، والشرطة بهدفين على الميناء، والزوراء يتغلب على نادي أمانة بغداد. عدت الكرة للأمام طويلة، هناك محاولة تستمر لنادي النفط، من النفط عدت وللأمام، لا زالت ندية هذه المباراة بالبحث عن هدف أول، وكذلك تمضي المباراة وينقضي ربع ساعة الأول لأحداث الشوط الأول من قمة هذه المباراة، بينما التعادل أحبتي مستمر حتى الآن ما بين الفريقين. أفولابي أوكيكي، هل يفعل هذا اللاعب؟ والواضح هنا الكابتن باسم قاسم مدرب النفط الجنرال عدى هذا المدرب في الموسم الماضي، فعل شيء ما لا يفعله أي مدرب في دوري نجوم العراق، حيث ساهم بصعود نادي الميناء لدوري نجوم العراق، وكذلك أيضا ساهم بدور كبير من أجل لا يهبط نادي النفط للدوري الممتاز. هو كان المنقذ لنادي النفط، وكذلك من أهل نادي الميناء بنفس الموسم. عادت الكرة هنا بنقلة بوسط الملعب، نعم الفكر التدريبي الكبير للكابتن باسم قاسم بطموحه وبتكتيكه الرائع عندما يقود الأندية. عادت الكرة، لديه فلسفة خاصة في عالم التدريب، نتمنى له التوفيق وكل مدربين المميزين في دوري نجوم العراق. عدت هنا الكرة، محاولة لا زالت نيد فريكي يلعبها وتستمر بهذه الكرة، هناك يعود من نيد يلعب الكرة ناثانيل، وتصل هنا الكرة طويلة بالراس لحيدر، ويأتي الإبعاد تتخلص لتعود مرة أخرى الإبعاد لنادي النفط، محاولة مستمرة حتى الآن. عمار يلعبها وبراسية تبعد مرة أخرى بوسط الملعب، نقلة والكرة عادت لسامسون دير هناك باتجاه لاعب أحمد نعيم، من أحمد نعيم استمر الكرة يا أحمد نعيم، وصافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ لمصلحة اللاعب نيد فريك بعد التدخل بالكرة الماضية. شاهد هنا الخطأ على اللاعب محمد أبو حشيش بعد ما تدخل بالكرة الماضية بينما بين اللاعب نيد فريكي. تأتي صافرة حكم المباراة وتشير لوجود خطأ بوسط الملعب لمصلحة هذا اللاعب الأسمراني نيد فريكي. لازلنا نترقب ونشاهد أحبتي، هل سيكون هناك هدف خلال أحداث الشوط الأول أم ستستمر ندية المباراة بهذا الحال بالتعادل ما بين الفريقين. عدت الكرة هنا بوسط الملعب، تأتي صافرة حكم المباراة والخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. صافرة الحكم أوميد مصطفى هو من يضبط هذا اللقاء. أوميد مصطفى. مستمرة المباراة بهذا الحال وبهذا التعادل. تترك الآن قاد كرة وتلعب بوسط الملعب من حسن داخل. حسن داخل لعب لنفط الوسط وانتقل من نفط الوسط لنادي النفط،
وهو الآن يحاول يلعب هذه الكرة للأمام، تعود مرة أخرى ولا زالت هنا الكرة مستمرة. محمد أبو حشيش القادم من الزوراء المحترف الأردني، وعدت الكرة بوسط ملعب. علي ماجد يحاول أن يخطف الكرة لكن هناك من يقطع الطريق. الكرة تصل من سامر لأحمد نعيم. أحمد نعيم يلعبها من أحمد نعيم، يحاول من الجهة اليمنى دخول أحمد نعيم، مرة أحمد نعيم يلعب هذه الكرة وانتو ما بين أحمد نعيم ونيد افريقي. عدت وهناك ابو حشيش بينما تنقطع من اللاعب سامسونج، او على ما اعتقد هناك اللاعب الابعاد ياتي من ابو حشيش. ابعد الكرة الماضية، ابو حشيش ابعدها محمد ابو حشيش، وهناك لويس، وهنا تعود مرة اخرى لكتيبة عندليب الفرات من علي ماجد. يحاول علي ماجد لكن تنقطع. سامسونج دير، وهذا بهذه الكرة يحاول العبور بل تعود من المدافع حسين عباس. الابعاد ياتي من حسين عباس والكرة بالراس. عادت هناك بوسط الملعب للاعب لويس فرناندو وبكاري هنداي. تعود مرة أخرى الكرة بوسط الملعب. هذا بكاري الموريتاني لاعب للحدود وكذلك مثل القوة الجوية، وينتقل لنادي النفط نفط الوسط. تعود هذه الكرة هنا بأقدام اللاعب حسين. من حسين يحاول الآن حسين عباس يلعب هذه الكرة، عدت وتصل هناك سهلة. الكرة وصلت سهلة من حسين، ويأتي الإبعاد للكرة طويل من اللاعب مصطفى طارق. مصطفى طارق هو من يحمي مرمى نادي النفط، وهنا مصطفى زهير. عادت بوسط الملعب. لا زالت المحاولات مستمرة ما بين عندليب الفرات والنفط بالبحث عن أول أهداف اللقاء، ولكن الأهداف حتى الآن هي غائبة، لا شيء للنفط. ربما الآن بهذه المحاولة لنادي نفط الوسط. تعود الكرة هنا من الجهة اليمنى لأحمد عبد الحسين. يحاول أحمد عبد الحسين، هل تصل الكرة لأحمد؟ لكن طالت على أحمد عبد الحسين وغادرت أرضية الملعب. بعد الكرة الماضية كان هناك تدخل بالكرة الماضية، وأكيد أفولابي كيكي وهم يبحثون عن هدف. والركنية الآن على التنفيذ الجناح الطائر لنادي نفط الوسط لعندليب الفرات. أحمد عبد الحسين هو على التنفيذ لهذه الركنية. أحمد عبد الحسين على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة، ومنتظر شعلان ينتظر الكرة من أحمد عبد الحسين ملعوبة هو بالراس. يأتي الإبعاد هناك من سامسونج، أبعد الكرة الماضية كلوسا أجبوزو، وتأتي صابرة حكم المباراة سلامة اللاعب حسين عبد الواحد بعد التدخل بالكرة الماضية ما بين اللاعب جبوزو وحسين عبد الواحد. وأوكيكي ينتظر الكرات بشغف أن تصل لهذا المهاجم أوكيكي بأن يسجل هدف لفريقه، وكذلك منتظر شعلان. فهناك من ينتظر في صفوف عندليب الفرات بأن يتمكن نفط الوسط من عبور المباراة ب3 نقاط. فهل يتمكن من العبور على حساب نادي النفط بمباراة اليوم وينجح ويخطف 3 نقاط بقمة هذه المباراة؟ ننتظر، فممكن أن تأتي الأهداف، لا شيء مستحيل. ذكرنا انطلاق هذه الجولة بفوز زاخو بهدفين على حساب نوروز، وفوز الشرطة بهدفين، وفوز الزوراء بهدفين لهدف. هناك مباريات مؤجلة، واليوم تلعب 5 مباريات لحساب الجولة 22 من منافسات دوري نجوم العراق. فنادي نفط الوسط قادم من خسارة أمام الشرطة بهدف مقابل لا شيء، وكذلك نادي النفط خسر أيضا من نادي النجف بهدف دون رد. نظرات كانت للكابتن باسم قاسم بقمة هذه المباراة أحبتي، والتعادل مستمر بهذه المباراة من دون أهداف حتى الآن. لا شيء لنادي النفط ولا شيء لنادي نفط الوسط، ولا زلنا ننتظر ونترقب هل ستأتي الأهداف. نعم، هذا السؤال هو يتكرر لأكثر من مرة، هل ستأتي الأهداف ولمن وبشباك من ستكون الأهداف بقمة هذه المباراة؟ هل في شباك نادي النفط أو بشباك نفط الوسط؟ ديربي نفطي ملعوبة، الكرة ثابتة لكن بعيدة، غادرت أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب. تشاهد العديد من الكرات تهدر
ومحاولاته مستمرة، لكن لن تكون هناك الكرات التي تهدد مرمى الحراس. أغلب الكرات تكون خارج أرضية الملعب أو تكون الكرات عالية ويأتي الإبعاد أحيانا من المدافعين ولا يوجد هناك اعتناء. وحتى الآن بهذا الأداء المتواضع لا فمن المستحيل أن يصل نادي نفط الوسط ويسجل الهدف الأول، ولا حتى نادي النفط بهذا الأداء من الممكن أن يسجل. لابد أن يكون هناك أسلوب مختلف، فالاثنين يلعبون بنفس الأسلوب، وهناك من ترى أيضا يتراجع يريد الحفاظ على نتيجة المباراة بهذا الشوط. ربما يتغير أسلوب اللعب في الشوط الثاني من قبل المدربين ويكون هناك التكتيك. هنا العرضية ولكن الإبعاد يأتي مرة أخرى تتخلص. وصلت بهذه اللحظات نفط الوسط بدأوا يتحركون بشكل جميل الآن ويبحثون عن هدف أول، ولا زالت المباراة والكرة بوسط الملعب. هناك من عمار غالب مر والكرة تحت أقدام اللاعب حسين ما زالت مستمرة، بينما هنا الصافرة والخطأ. سلامة اللاعب عمار غالب، بطاقة صفراء على ما يبدو على اللاعب ناجي ناطق. حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء على المدافع ناجي ناطق بعد التدخل بالكرة الماضية بين اللاعب ناجي وعمار غالب. يعترض طريق اللاعب عمار غالب ويتلقى البطاقة الصفراء. البطاقة الصفراء في المباراة. التعادل مستمر، لا شيء لنفط الوسط ولا شيء لنادي النفط. نادي نفط الوسط يبحث عن فوزه الأول رغم الغيابات في صفوف نادي نفط الوسط، غياب اللاعب مشكور كريم وكرار جاسم وهشام أحمد وعلي كاظم قطفان، وكذلك حرمان اللاعب عباس جاسم في المباراة الماضية أمام نادي الشرطة التي انتهت لنادي الشرطة بهدف. وهنا الكرة ثابتة، أحمد نعيم هو على التنفيذ. أحمد نعيم لعب للنجف وكذلك لعب لنادي القاسم، والكرة ثابتة الآن وعلى التنفيذ أحمد نعيم. نشاهد أحبتي أحمد نعيم على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة لنادي النفط. هل يفعلها أحمد نعيم؟ هل يسكنها الشباك من أحمد نعيم؟ ملعوب الكرة وبالراس سهلة، وصلت يا أحمد نعيم، كان بالإمكان أن تكون أخطر. وهناك من سامسون عادت الكرة لأحمد نعيم مرة أخرى لتمشي الكرة تحت أقدام اللاعب عمار. يحاول بهذه الكرة عمار من الجهة اليسرى والعرضية حاضرة الكرة ويأتي الإبعاد تتخلص من مصطفى، بل تعود مرة أخرى لحسين عبد الواحد. حسين عبد الواحد يحاول بناء الهجوم ولكن تنقطع الكرة وتغادر أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب الكرة الماضية بعد التدخل ما بين اللاعب حسين عبد الواحد وأحمد نعيم. شاهد هنا إعاقة اللاعب حسين عبد الواحد بعد اعتراضه للاعب أحمد نعيم وأبعاد الكرة من أمام اللاعب أحمد نعيم باللقطة الماضية. وكان صافرة حكم المباراة حاضرة الكابتن أوميد مصطفى من السليمانية، ويضبط هذا اللقاء أكيد. نعم، المباراة الخامسة في دوري نجوم العراق، ونترقب ونشاهد حتى الآن أحبتي. ما زلنا ننتظر آخر مباراة قاتل نفط الوسط هي أمام الكهرباء، وخسر يومها نفط الوسط ب3 أهداف مقابل لا شيء. مرة أخرى الكرة ثابتة هنا بهذا المكان لنادي النفط، فالنفط يبحث عن هدف أول. النفط بهذه المباراة أمام نفط الوسط في ديربي نفطي، فهل ستحرق الآبار بهذه المباراة؟ هناك من يريد أن يشعل المباراة، تلعب الكرة ولكن هنا تعود، وصلت لي مرة أخرى لأحمد نعيم. من أحمد نعيم لا زالت المحاولة مستمرة بقمة هذا اللقاء، والكرة تلعب للأمام هناك باتجاه اللاعب أوكيكي، لكن وصلت من مصطفى. هذا مصطفى طارق وهناك مصطفى زهير، وتستمر المحاولات بتبادل هذه الهجمات. نلعب بالدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول، ولا زالت المباراة مستمرة بالتعادل من دون أهداف. عادت هناك بنقلة الكرة بالراس تتهيأ مرة أخرى من حسين عبد الواحد، يلعب لأحمد عبد الحسين. عبد الحسين بهذه التمريرة لحسين عبد الواحد، مرور جميل لكن تنقطع من سامسون دير. أبعد الكرة وبيوسط الملعب
هذا نيد فريكي يلعبها لأفولابي أوكيكي من نيد فريكي باتجاه اللاعب أحمد نعيم. مرت الآن أحمد نعيم من الجهة اليمنى، هل يعيد الكرة هناك أم تكون العرضية حاضرة؟ نعم، وبالراس تتخلص لتعود مرة أخرى. هناك صافرة لحكم المباراة، صافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. تستمر ندية اللقاء ما بين الفريقين، والخطأ هناك بعد التدخل مع اللاعب سامر محسن. سامر محسن انتقل لنادي القاسم، وبعد الإعارة يعود لنادي نفط الوسط. هو أحد لاعبيه عندليب الفرات. مرت هنا من أحمد نعيم. الآن محاولة لنادي النفط، تلعب للاعب عمار، يحاول عمار المرور، عمار عدى عمار، والعرضية من عمار. يا عمار غادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب من عمار. وتعود مرة أخرى هنا بوسط ملعب البحث عن زميل. عمار يلعبها باتجاه أحمد نعيم، من أحمد نعيم نيد فريكي يحاول يتراجع الآن بالبحث عن زميل آخر من نيد فريكي. ولسامسونج وصلت الكرة مرة أخرى. عمار غالب هوايته الآن هنا من أحمد، لكن تتخلص وتعود يا حسين عباس بتسديدة من مكان بعيد تصل سهلة لمرمى الحارس مصطفى زهير. مصطفى زهير يتألق ويتصدى لكرة اللاعب حسن داخل، زميله كان في الموسم الماضي. نعم، لعب لنادي نفط الوسط، وتسديدة كانت جميلة من اللاعب حسن داخل بعد ما سدد من مكان بعيد. لكن التعادل أحبتي حتى الآن هو مستمر بهذه المباراة من دون أهداف، تعادل سلبا. لابد أن تكسر هذه الشفرة بهذه المباراة، لابد أن يأتي هدف بقمة هذه المباراة. فهل يكون الهدف الأول لكتيبة المدرب باسم قاسم أو لكتيبة المدرب عماد عودة؟ والكرة تعود هناك بنقل تغيير اتجاه الكرة للجهة اليمنى باتجاه أحمد نعيم من الجهة اليمنى لنادي النفط، يبحثون عن هدف. وكذلك نفط الوسط يريد أن يسجل أول أهدافه بقمة هذه المباراة. لازلنا ننتظر، لازلنا نشاهد حتى الآن. نعم، فالكرة عدت هناك بمحاولة تستمر ما بين لاعبي الفريقين، وتعود مرة أخرى. كل شيء مستمر بندية هذا اللقاء ما بين الفريقين. صراع الأندية النفطية في ديربي النفط. نعم، ديربي نفطي. نفط الوسط والعرضية وصلت هنا لبعاد، تتخلص لتعود بأقدام اللاعب أحمد. هناك من أحمد لحسين عباس يحاول بهذه الكرة، وصلت هناك لوسط الملعب مرة أخرى لنفط الوسط من عندليب الفرات، والتسديدة من مكان بعيد. سدد من مكان بعيد وغادرت أرضية الملعب. مستمرة هذه المحاولات بتبادل هذه الكرات والتسديدات من الأماكن البعيدة. هذا محمد أبو حشيش المحترف الأردني يحاول الوصول لمرمى فريق النفط وتسجيل الهدف الأول. مصطفى طارق من صافي يلعبها للأمام، من مصطفى طارق تتهيأ الكرة هنا بوسط الملعب، لا زالت مستمرة. يأتي الإبعاد من علي ماجد وبوسط الملعب يا علي ماجد، تعود مرة أخرى هناك الصافرة والخطأ يا علي ماجد، خطأ بعد التدخل بالكرات الماضية. ما زالت هذه المحاولات هي مستمرة حتى الآن، والتعادل بالنتيجة البيضاء. قائم التعادل هنا الاعتذار بروح رياضية جميل جدا من اللاعب ناثانيل، يعتذر من زميله، وكانت صافرة حكم المباراة حاضرة، واحتساب الخطأ لمصلحة نادي النفط. هناك من الجهة اليمنى جوزيف يحاول، بل وتعود الكرة مرة ثانية هنا بوسط الملعب من نيد، يلعبها لجوزيف، يلعب هذه الكرة من كلوسا، يلعبها كلوسا هناك باتجاه أحمد والعرضية وصلت هنا، تتهيأ ربما الآن، لا ضاعت على عمار غالب، انقطعت فمرت هنا لويس، يحاول بهذه الكرة يلعبها للأمام. أحمد يحاول الآن من أحمد عبد الحسين، راية المساعد حيدر عبد الحسن.
راية المساعد بعد التدخل مع اللاعب كلوسا الجيبوزو. نعم، بطاقة صفراء تشهر أخرى بهذه المباراة، ولكن هذه المرة على اللاعب علي ماجد. علي ماجد يتلقى البطاقة الصفراء، لاعب لمنتخبنا الأولمبي. هذا اللاعب واحد من اللاعبين الشباب المميزين مع نادي نفط الوسط، لعب أيضا أكثر من موسمين لنادي القاسم، وهذا الموسم أيضا الثالث لهذا اللاعب في صفوف نادي نفط الوسط، ويعد واحد من اللاعبين الأساسيين مع المدرب عماد عودة. هناك كانت الصافرة من حكم المباراة، ولا زلنا ننتظر هل سيأتي هدف أول أم نذهب بالشوط الثاني. شوط المدربين كما يقال، يكون هناك تكتيك للمدرب عماد عودة، أو سيقلب الأمور الجنرال باسم قاسم كما يفعل دائما. ولا زلنا ننتظر ونترقب. نادي النفط حقق الفوز ب7 مباريات، تغلب على نادي الطلبة 2-1، وكذلك أيضا حقق الفوز على نادي الشرطة بهدف مقابل لا شيء، وأيضا فاز على نادي كربلاء 2-0، وعلى النجف 2-1، وعلى نفط الوسط 4-0، على القاسم 3-2، وأيضا على الكهرباء 3-2. هذه نتائج الفوز التي حققها نادي النفط، بينما خسر ب5 مباريات. خسر من الحدود 2-0، ومن بغداد 1-0، ومن نادي نوروز 3-1، من القوة الجوية 4-1، ومن النجف 1-0. اللاعب ناجي يترك أرضية الملعب، ويشرك اللاعب بلال خضير بهذه اللحظات. ناجي ترك أرضية الملعب، وبلال يشترك الآن. بلال خضير بدلا من ناجي، ربما تغيير اضطراري للاعب ناجي. وهناك كلام مع الأخوة في أمن الملاعب، وكذلك أيضا ضابط أمن الملاعب، الحديث ما بين الأخوة في إدارة نادي نفط الوسط، والحديث كذلك لابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع الأخوة في أمن الملاعب. هم دائما حاضرين، هم يتحملون كل العقبات وأيضا المسؤولية الكاملة على عاتق أبطال أمن الملاعب، فهم أيضا دائما ما نراهم يتدخلون لفض الشغب الذي يحدث بالمدرجات من قبل بعض الجماهير. ولا بد أن يكون هناك تعاون بروح رياضية مع الأخوة في أمن الملاعب، ونترك هذه الأمور. كذلك مشرف المباراة أيضا قام بإيقاف وقت المباراة، وتتوقف المباراة لحين ما يتم إنهاء هذا الأمر ويعود اللاعبين لأرضية الملعب. هناك توجيهات للكابتن عماد عودة والحديث مع لاعبين نادي نفط الوسط، وأيضا الكلام من الكابتن باسم قاسم في الجهة الأخرى بتوجيهاته للاعبين نادي النفط. وحتى الآن المحاولات هي أكيد لابد أن تكون حاضرة بالبحث عن الأهداف وتسجيل الأهداف، لكن الأهداف كما تشاهدون أحبتي غائبة عن أجواء هذه المباراة وبقمة هذا اللقاء ما بين الفريقين. ننتظر هل سيعود حكم المباراة يطلب أيضا من الكابتن المساعد وكذلك مشرف المباراة، يطلب من الحكم أن يعود للمباراة، وتعود المباراة من جديد لأحداثها كما تشاهدون. نعم، نعود وتلعب الكرة هنا بوسط الملعب لنادي النفط. عادت الكرة وللأمام، عدت بوسط الملعب، نقل، تعود الكرة هنا بالراس تتهيأ ولا زالت مستمرة. مرة أخرى مستمرة الكرة لنادي نفط الوسط، فعدت هناك قريبة من المدافع سامسون، يعيد هذه الكرة لمصطفى، من مصطفى بعد أن هيأها اللاعب كلوسا، وهذا أوكيكي غائب حتى الآن بلمسات وأهداف جميلة عن المباراة. كرة طويلة تتهيأ هناك بالراس بوسط الملعب،
ونقلة من جديد، تعود الكرة يا كيكي يلعبها جوزيف من جوزيف وبوسط الملعب، تعود هذه للاعب حسين عباس، من حسين عباس طويلة هناك من اللاعب حسين يلعبها للأمام لحسن داخل، والكرة بوسط الملعب هناك لنادي النفط، تعود للمدافع مرة أخرى سامسونج، يحاول الآن يلعبها بالوسط لحسن، من حسن لسامسونج مرة أخرى، الكرة من كلوسا برقم 44، مرت الكرة هناك بنقلة تستمر من اللاعب بعد ما عدى حسين عباس بالكرة الماضية وتدخل بلال خضير وأبعد الكرة من أمام اللاعب حسين عباس. شاهد هذه الإعادة للقطة الماضية التي أبعدت من اللاعب حسين من أمام اللاعب بلال خضير بعد أن حاول، وهي مستمرة حتى الآن، يبحثون عن هدف، لا شيء لنادي النفط ولا شيء لنفط الوسط. بهذه المباراة لابد أن تأتي الأهداف، فالأهداف غائبة حتى الآن. وكما تشاهدون أحبتي، هل نشاهد هدف بهذه المباراة؟ ومن يسجل الهدف الأول؟ هل يكون لنادي النفط أو لنادي نفط الوسط؟ عادت هنا لحساب الجولة 22. نعم، هل يكون التعادل الأول بهذه الجولة؟ فبعد انطلاق الجولة والمباراة الثلاثة الأولى انتهت كلها بالفوز، وهل تنتهي هذه المباراة اليوم أيضا بنتيجة أو يكون هناك تعادل؟ أحمد عبد الحسين وتترك الكرة هنا من اللاعب بكاري، يلعبها بكاري انداي من بكاري وبوسط الملعب، وصلت الكرة لتعود هنا نقلة من جديد، تتهيأ مرة أخرى، لا زالت مستمرة من اللاعب حيدر حسين، حاول وصافرة. كثرة الأخطاء بهذه المباراة يا شباب، دائما ما تعيق سير المباراة وتشاهد أكثر الكرات هي تهدر وتغادر أرضية الملعب بالإبعاد، يأتي بالتشتيت من المدافعين. حسين عباس يلعب الكرة، تماس ملعوبة من حسين وعادت بوسط الملعب مرة أخرى هنا لنفط الوسط، تلعب الكرة طويلة ولا زالت مستمرة، هناك تتهيأ من أحمد نعيم في الجهة اليمنى، أحمد نعيم يحاول العبور من أحمد نعيم، مر نعيم، عدى نعيم، تسديدة أحمد نعيم، مرت يا أحمد نعيم وغادرت أرضية الملعب، تسديدة من أحمد نعيم غادر أرضية الملعب. شاهد هذه الإعادة لتسديدة رائعة من أحمد نعيم، والمحاولات هي مستمرة ما بين نادي النفط ونفط الوسط، فنفط الوسط يسدد عن طريق اللاعب أحمد نعيم، ولكن الكرة طالت وغادرت أرضية الملعب يا أحمد نعيم. حتى الآن ندية المباراة هي مستمرة بقمة هذا اللقاء ما بين الفريقين. عادت الكرة وهناك من جديد بمحاولة تستمر لنادي نفط الوسط، أحمد عبد الحسين يحاول الآن من أحمد وتأتي هناك صافرة والخطأ، سلامة اللاعب أحمد بعد التدخل بالكرة الماضية ما بين اللاعب أحمد عبد الحسين والمدافع لنادي النفط، هذا هو اللاعب كلوسا يتلقى البطاقة الصفراء. شاهد أحمد، نعم هذا هو التدخل بالكرة الماضية بين اللاعب منتظر شعلان وكلوسا الذي تلقى البطاقة الصفراء. كثرة البطاقات في هذه المباراة يا شباب أصبحت أيضا هي العائق في طريق الأهداف، لابد أن تشاهد الأهداف، وكذلك انتظرنا الأهداف بأن تأتي، هذا إذا لم تأتي الأهداف في هذا الشوط فأكيد ستذهب للشوط الثاني وتنتظر الأهداف متى ستأتي بهذه المباراة. الكل يترقب، وهنا الكرة الثابتة لنادي نفط الوسط، أبو حشيش هو على التنفيذ، محمد أبو حشيش على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة. نترقب الآن لنادي نفط الوسط لعندليب الفرات، هل يفعلونها عن طريق اللاعب أبو حشيش؟ يلعب هذه الكرة تتهيأ
واحمد عبد الحسين العرضيه حاضره والابعاد كلوسه، عدت الكره هنا بالراس والمحاوله وصلت لمصطفى، تصل لمصطفى بعد محاوله اللاعب علي ماجد. علي ماجد احضر يا علي. علي ماجد عنده بطاقه صفراء، وبعد ارتقاء اللاعب بكار ينداي بالكره الماضيه، هذا اللاعب الموريتاني، هذا الكرة بوسط الملعب لا زالت هناك مستمرة، ونقلة من أبو حشيش يلعبها، ربما محاولة من أحمد نعيم تتهيأ لكن يأتي الإبعاد، تصل، كادت هناك بأن تصل لمنتظر شعلان أو لأحمد عبد الحسين، لكن بهذه المحاولات المتبادلة وهجوم لنادي النفط وهم يحاولون من تسجيل هدف أول أن يكون حاضر في المباراة، ولكن الهدف لا زال غائب عن أحداث هذه المباراة. عمار غالب بعد المحاولة من عمار غالب، وأبعدت الكرة الآن هي للتماس. نلعب بالدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول، لكن المباراة توقفت كثيرا وأكيد سيضاف هذا الوقت لهذا الشوط. هناك الكرة غادرت أكيد لتعود بأقدام اللاعب أوكيكي، يحاول أفولابي. أوكيكي مر هنا الكرة العرضية ولكن تغادر أرضية الملعب يا أوكيكي، الكرة غادرت أرضية الملعب يا أفولابي. أوكيكي والإبعاد من بكاري أنداي. بكاري أنداي أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، والركنية الآن لنادي النفط، فهم يبحثون عن الهدف الأول. هل يتمكنون من تسجيل أول الأهداف؟ 3 دقائق كوقت إضافي. هنا ترقب، هنا الركنية تلعب، هو الكرة بالراس، يأتي الإبعاد، تتخلص، تعود هنا عالية الكرة من جديد بمحاولة مستمرة هناك من أحمد نعيم، يلعبها من نعيم لعمار، تصل من جديد، هنا الكرة لعمار غالب، هل تكون العرضية حاضرة أم هو يدخل عمار؟ يتهيأ بهذه الكرة، هنا تعود الكرة العرضية بالراس، يأتي الإبعاد حيدر حسين، والكرة أبعدت، هناك صافرة لحكم المباراة، الخطأ على اللاعب أفولابي أوكيكي. النيجيري حاول ولكن الكرة غادرت أرضية الملعب، جاءت بصافرة حكم المباراة عفوا، واحتسبت الخطأ للاعب أو للحارس مصطفى طارق. هذه عدت وتغادر أرضية الملعب، مستمر المحاولات وتبادل هذه الهجمات. كما ذكرنا نادي النفط يبحث عن الانتصار الثامن والفوز الثامن خلال مباراته اليوم أمام نادي نفط الوسط، ونفط الوسط الذي يبحث ويمني النفس بأن يحقق 3 نقاط من هذه المباراة أمام شقيق نادي النفط بهذه المباراة الديربي. لنادي النفط نترقب، فكل شيء ممكن بمباراة اليوم. هذا لويس فرنانديز، يلا يا لويس فكل شيء يمضي. تلعب الكرة هنا بوسط الملعب، بالراس، الإبعاد يأتي من أحمد نعيم، تأتي بالإبعاد هناك من اللاعب علي، يلعبها لمحمد، بوسط الملعب مرة أخرى، الكرة تتخلص لتعود مرة أخرى هناك من أحمد لمحمد، يلعب هذه الكرة من أحمد عبد الحسين طويلة باتجاه اللاعب منتظر، لكن هناك سامر حاول وغادرت أرضية الملعب. أحمد نعيم بعد الاحتكاك بالكرة الماضية ما بين اللاعب أحمد نعيم واللاعب سامر محسن التي غادرت أرضية الملعب. شاهد هذه الإعادة وكانت هناك صافرة. صافرة حكم المباراة كانت حاضرة بالخطأ على اللاعب سامر محسن الذي تدخل بالكرة الماضية، وهنا من أحمد عبد الحسين تعود الكرة لنادي نفط الوسط لعنتلي بالفرات، وهم يحاولون علي ماجد أن يمررها هناك لمنتظر، لا زالت عدت الآن داخل منطقة 18 وتعود
لأحمد عبد الحسين العرضية، الكرة بالراس تتخلص هنا الإبعاد يأتي من بكاري وتعود مرة أخرى الكرة من عمار ومحاولة هناك وصافرة حكم المباراة تعلن نهاية الشوط الأول بالتعادل سلبا من دون أهداف، لا شيء لنفط الوسط ولا شيء لنادي النفط. أكيد سنعود بعد استراحة الفريقين في الشوط الثاني ونكمل أحداث المباراة لكن بعد تكتيك المدربين. تلاحظ الآن تشاهد الكرة الثابتة ملعوبة هذه الكرة الأمام من بنيامين كور، جول أول الأهداف نفط ميسان، والهدف الأول لنادي نفط ميسان، أول أهداف المباراة. صاحب الهدف الأول شاهد هذه الإعادة بنيامين أكور، وجاء من الخلف اللاعب رامي الوسماني وأسكنها الشباك نعم من خلف المدافعين وسجل الهدف الأول لنادي نفط ميسان. يحاول وهو على التنفيذ يتقدم جيلسون داليما، جول عادت المباراة للتعادل. جيلسون داليما شاهد هذه الإعادة وجيلسون داليما هو من تقدم، هو من سجل هدف التعادل لنفط البصرة لتعود المباراة كفة بكفة. واحد نفط البصرة. تلعب من صادق يلعبها لجيلسون داليما، عدى داليما، جول من البرازيلي، هدف جميل وصعب على الحارس أمجد رحيم. شاهد لعبها صادق زامل بذكاء، نعم وهنا بزاوية صعبة. إيفياني وأحمد خالد، إيفياني الله، جول 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 جول. إيفياني يسجل أول أهداف المباراة من ضربة حرة مباشرة. إيفياني يسجل ويفتتح باب التسجيل في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول. الله على جمال الهدف، الله على جمال الهدف لإيفياني. إيفياني يسجل ووضعية اللاعب كانت واضحة جدا على أنه سيضع الكرة في المكان المناسب، سيضع الكرة في المكان المناسب. الله عليك، حلوة يا إيفياني، حلوة على هذه اللقطة، حلوة على هذا الهدف الجميل والرائع. الكرة وبالتالي تجاوزت حائط الصد على يمين حارس المرمى عبد السليم حماد. إيفياني يسجل هدف من ضربة حرة مباشرة، هدف جميل، هدف جميل. هنا كرة، الله، جول 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 ثاني لنوروز. هذه المرة كلاوديو، هذه المرة كلاوديو أوليفيرا في الدقيقة 30، في الدقيقة 30 كلاوديو أوليفيرا يسجل الهدف الثاني لنوروز، هدف ثاني لنوروز. هنا حارس المرمى اللي يخطأ بإبعاد الكرة ومن ثم المتابعة. الله على المتابعة، وحط الكرة مباشرة في وسط المرمى، كرة ساقطة خلف حارس المرمى اللي يخطأ بإبعاد الكرة عبد سليم حماد ليتقدم بالهدف الثاني. كلاوديو أوليفيرا 5 أهداف هذا الموسم مع فريق نوروز.
شوف كلاوديو يسجل الهدف الثاني. هنا رضا فاضل، كرة للأمام عالية خطيرة، أوه جول لأمانة بغداد، هدف لأمانة بغداد عن طريق تيري. أرسن تيري يقلص الفارق في الدقيقة 47 من عمر المباراة وفي الدقيقة الثانية من زمن الشوط الثاني. بداية مبكرة للشوط الثاني سجل من خلالها تيري ليقلص الفارق لأمانة بغداد بكرة رأسية ممتازة اصطدت بالقائم الأيسر ومن ثم إلى داخل الشباك. قلص الفارق أمانة بغداد الآن. هل سيسجل ديدر؟ هل سيتعادل ديدر؟ ديدر يتقدم لأمانة بغداد. يتعادل أبناء مدينة السلام، أبناء العاصمة، أسود العاصمة أمانة بغداد. يتعادل ويسجل ديدر من ركلة جزاء الهدف الثاني. الهدف الثاني لأمانة بغداد في الدقيقة 59 من عمر المباراة. شوط ثاني بغدادي، شوط ثاني لأسود العاصمة، شوط ثاني للمدرب عباس عبيد ورفاقه ليتعادل بعد ما سجل هدف تقريص الفارق اللاعب تيري من ضربة رأسية. يتعادل الآن المحترف الآخر اللي هو فلورنت ديدر. تنفذ عالية رأسية، جول سجل أحمد خالد، سجل المدافع ويأتي بنقاط المباراة وفرحة جماهير الأحمر، فرحة نوروز وجماهيره. تقدم الكابتن وضع رأس الكابتن، خطف النقاط الثلاث الكابتن أحمد خالد. الله 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 من الضربة الركنية. أحمد خالد المدافع حطها براسه وتقدم نوروز. شوف الركنية، الله 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 الله، يرتقي على مستوى عالي وبدون مضايقة من الدفاع. حطها بالراس ليتقدم نوروز بالهدف الثالث وخطف النقاط الثلاث. هو قريب على اعتبار انه سجل في الدقيقة الأخيرة، وربما انتصار، ربما نقاط المباراة براسية هذا الرجل. كرة النقل الأمام، عملية تمرير إلى سجاد اللي دائما يتقدم الأمام للمساندة الهجومية داخل منطقة الجزاء. هدف أول كريستوفر جون يسجل هدف رائع لفريق الزوراء. الله على تمريره من سجاد محمد، الله يضعها بالمقاس على رأس كريستوفر جون يسجل رابع أهدافه مع الزوراء خلال هذا الموسم. كريستوفر جون النيجيري برأسية قوية لا تصد ولا ترد. الله على هدف جميل لفريق الزوراء بكرة لعبت بشكل جميل عن طريق سجاد محمد، يجد المساحة للتسديد برأسية رائعة كريستوفر جون ليعلن افتتاح التسجيل للزوراء في مرمى الكهرباء. الله على هدف جميل، على جملة تكتيكية لفريق الزوراء لعبت بشكل جميل، وسجاد محمد اللي حضرها بشكل رائع وصعبة على مدافعي الكهرباء وعلى حارس المرمى علي عبادي. وكريستوفر جون يضرب بقوة برأسية، يضرب بقوة كريستوفر جون ويسجل أول أهداف المباراة للزوراء في مرمى الكهرباء. كريستوفر جون رابع أهدافه مع الزوراء خلال هذا الموسم. وكرة خطيرة البشير وخطرة وهدف أول لصالح نادي النجف. هدف أول يسجل اللاعب مندي، الشخص الثالث سجل في شباك الكرخ والحدود من ركلة جزاء. شوف الكرة عرضية وبالتالي ترتطم بالمدافع كلوزا.
عموما نلاحظ ما أعتقد أكو تسلل مع انطلاق الكرة، لكن الحكم هو صاحب القرار الأول والأخير، وهناك غرفة فار. كرة ارتدت من كلوزا وبذكاء لعبها مندي وأحرز أول أهداف المباراة. يتقدم حسن جناح يلعب في هذه اللحظات وكرة تلعب عالية ورأسية نهاد، فرصة الله! فريق التاريخ يواصل في الإبداع مع صلاح علوان. الطلب يستمر، الطلب يواصل، وأحمد صلاح لا يخسر أبدا أمام القوة الجوية. يتقدم الأنيق في هذه اللحظات، ولاعب منتخب المرابطون يضع الكرة في سقف مرمى محمد شاكر، والأنيق مع رحمة الفار هل يؤكد الهدف. السواعيد يفعلها ويسجل الآن ويعلن تقدم أحمد صلاح والأنيق في هذه اللحظات. راهن على هذه الأسماء، تحمل كل شيء أحمد صلاح، وهذه كرة عاشور نقلها في منطقة الجزاء بالرأس من نهاد، هيات لسوعيد وهذا ما يرحم، هذا وضعها على يسار محمد شاكر. هنا سوعيد بيمناه ركنها قوية، يا الله على كرة سددت بهذه الطريقة، ومحمد سوعيد نجم المرابطون يضع الأنيق في المقدمة، يعيد التاريخ قليلا إلى الخلف، إلى زمان عمو بابا، إلى زمان أيوب وعلوان وجمال صالح. هذه الأسماء الرنانة الطلابية مع طلابي آخر مع أحمد صلاح. أيمن ودوليفان، أيمن الآن الفرصة للهداف، يتقدم فيها أيمن والانتظار، أيمن الله! التعادل الهداف في موسم المحترفين يواصل التقدم، يعيد العريق إلى نقطة البداية، إلى التعادل. فرحة وهتافات، رقص وأفراح، أجواء رهيبة في المدرج الجوي. أيوة أجواء رائعة. أيمن حسين هذا الزين يعيد القوة الجوية إلى التعادل، تسجل ركلة الجزاء وهدف، وكرة وضعت على يمين دوليفان في هذه اللحظات. والحكم هنا أيها السادة، أيها المتابعون، أيها المشاهدون، الآن يطلق الصافرة ويعلن عن نهاية شوط المباراة الأول في لقطة الختام، في لقطة تسجيل هدف التعادل من جانب أيمن حسين. والكرة التي تلعب الآن، تقدم حاضر وفرصة افتكاك، مهند يلعب كرة إلى أيمن، أيمن يحاول، أيمن في انتظار التمرير، بوشية على كرة، مصطفى وليد في انتظار عرضية والمحاولة، جول جول الله! هدف ثاني للقوة الجوية يأتي في هذه اللحظات، رجل الأوقات الصعبة، رجل المواقيت الصعبة، رجل الأوقات العصيبة، يأتي الآن أيمن حسين يفعلها ويسجل الهداف صاحب المشهد المألوف في دورنا، يسجل الثاني ويعيد العريق إلى الصدارة، إلى التقدم الآن. لا تراقبوه لكي تقطعوا الكرات، بل راقبوه لتستمتعوا. هذا أيمن الذي يضعها، الذي يسجلها لواحدة كان قد سجل، وكرة في مكان فارغ. يتركون أيمن ليستمتعوا بأهدافه، ليستمتعوا بكراته، وأيمن حسين الهداف يفعلها صقر شاهين ويحلق بعيدا. هنا المرور من أمير صباح، الكرة لم تخرج، أمير صباح يلعب الكرة العرضية، جول! ميمي يشعل المدرجات ويطلق العنان للجماهير بالتصفيق والفرح والمؤازرة في أمسية رمضانية جميلة. وجماهير القيثارة، جماهير القيثارة تعطي الجمال لهذا اللقاء بتواجدها في المدرجات.
ميمي ورأسيات القاتلة ورأسيات الصعبة. شاهد العرضية من أمير صباح، اللاعب البديل بأسس جميل ورأسية أجمل. هدف كامل الأوصاف يا حبيبي، هدف كامل الأوصاف من عرضية. يحاول بن عريف يلعب كرة عالية، عبد القادر يهيئ كرة إلى سجاد وتسديده. الله، قائد العميد يفعلها ويسجل، يضرب من خارج منطقة الجزاء كما اعتدنا على سجاد رعد. يضع سلطان في المقدمة ليكون هو السلطان على دكة البدلاء ومحتفلا بهذا التقدم. سجاد رعد ينجح ويسجل الآن. سجاد يضع العميد في المقدمة، وصل القائد الذي وضعها في الشباك، هياها هذا البديل وهذا الدور من عبد القادر، والتسديد بوجه القدم لعبها سجاد على يسار حارس المرمى صقير عجيل. هذه كرة لعبت، التغطية كانت من المدافع لم يرى ومباشرة يعني لف. هذه فيها التفاف من يولي، لو صد الكرة. لاحظ هنا استعجل الكسندر يولي، لم يقدر المكان، وحارس المرمى اعتمد على الرؤية التي كانت خلف المدافع. وهذه كرة مباشرة تسديدها يمر إلى كريم بن عريف، والفرصة المحاولة كريم والكرة جول. الله، ضربة ثانية للعميد. كربلاء في هذه اللحظات وكوارث في دفاعات فريق الحدود، والهدف الثاني يأتي بنفس العنصر. سجاد رعد يسجل، وهذا العدد القليل المساند المشجع الواقف في الصعاب مع العميد الآن. وكرات ونقلت المحاولة، القراءات الممتازة. أصبح عنده 3 أهداف مع كربلاء، وهذه الكرة الأولى صدها صقر والثانية أكمل عليها، وهذا دليل كبير على البطء الدفاعي في دفاعات فريق الحدود. لاحظ هنا الأولى نقلها، والثانية وإصابة ألكسندر يولي تأتي الآن، والهدف يأتي والمصائب تتوالى على الحدود. لاحظ هنا كريم بن عريف وإلى سجاد، والكرة في المرمى على مرتين، أولى صد الحارس والثانية في المرمى. إذن هدفين مقابل لا شيء الآن. تنس هجوم، هذه محاولة وهذه فرصة لعلاء خطيرة. جول جول. سجل هداف الفريق، سجل علاء محاسن هدف أول لنادي القاسم. حلوة سددها بظاهر القدم اليمنى. هنا المتابعة. الله 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 الله. خطوة الخطأ هنا لمصلحة اللاعب عمار غالب. ذكرنا ثاني أكثر الأندية استقبالا للأهداف نادي نفط الوسط، وأيضا كأكثر الأندية نعم تسجيلا هو نادي الشرطة حتى الآن، واليوم سيلعب نادي القوة الجوية أيضا مباراة أمام نادي نفط ميسان. وأقل الأندية تسجيلا للأهداف نادي نفط الوسط عنده 6 أهداف فقط. نظرات الكابتن باسم قاسم وبرصيد 10 نقاط. نترقب ونشاهد أكثر الأندية خسارة في هذا الموسم هو نادي أمانة بغداد، حيث خسر 14 مباراة وحقق الفوز أيضا ب3 مباريات وتعادل ب5 مباريات، بينما نفط الوسط خسر أيضا ب11 مباراة وتعادل ب10 مباريات، لن يفوز بأي مباراة حتى الآن. عدت الكرة هناك بنقلة للأمام، هذه كرة تعود وتستمر بوسط الملعب. لا زالت هذه المحاولات هي مستمرة، تبادل هذه الهجمات ما بين الفريقين. حسين عبد الواحد بعد المحاولة بالكرة الماضية. نعم أغلب أندية دوري نجوم العراق لديها 10 تعادلات. زاخو عنده 10 تعادلات، والزوراء أيضا تعادل ب10 مباريات، وكذلك الكرخ عنده 10 مباريات انتهت بالتعادل، وأيضا نادي نفط الوسط
كذلك عنده 10 مباريات انتهت بالتعادل. ملعوبة الكرة هناك للأمام. الأقل خسارة في دوري نجوم العراق هذا الموسم حتى الآن هو نادي القوة الجوية، خسر مباراة واحدة، والشرطة خسر 3 مباريات، كذلك زاخو خسر ب3 مباريات، والزوراء خسر ب3 مباريات. هذه الأندية الأقل خسارة. يبقى القوة الجوية هذه خسر مباراة واحدة. عادت هناك الكرة من هوك، كانت تلك الخسارة، وتعود هنا بوسط الملعب مستمرة بهذه الكرة للأمام. لا زالت المحاولات بتبادل هذه الهجمات بقمة مباراة اليوم، وتعود بوسط الملعب من أحمد، يلعبها هناك في الجهة اليمنى، العرضية حاضرة لنادي نفط الوسط، يأتي الإبعاد وتتخلص هنا من اللاعب حسن داخل. حسن داخل يلعبها باتجاه أحمد، من أحمد أو لا هناك لحسين عباس. سقوط اللاعب سامر محسن، سلامة اللاعب سامر محسن، السلامة لكل اللاعبين بعد التدخل بالكرة الماضية مع اللاعب سامر محسن. هذه الإعادة ما بين اللاعب أحمد نعيم وسامر محسن، وهذا سامسون دير لاعب نادي النفط ونفط الوسط سابقا. مواجهات عديدة جمعت الفريقين، وهذه المواجهة رقم 17 خلال لقاءات الفريقين. تمكن نفط الوسط بالفوز ب5 مواجهات، وفاز نادي النفط ب4 مواجهات، حضر التعادل ب7 مواجهات. نعم، صورة لروح الراحل الكابتن مصطفى سعدون، الرحمة والمغفرة للكابتن مصطفى سعدون حارس نادي النفط. هذه الصورة أينما ذهب نادي النفط تجد صورة مصطفى سعدون حاضرة بكل الملاعب العراقية، وترافق الفريق في السراء والضراء، لكن كأنهم يقولون مصطفى معنا حاضر في كل مباراة. فالرحمة لروح الكابتن مصطفى سعدون حارس نادي النفط، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده فسيح جناته، وأن يمن على أهله وذويه بالصبر والسلوان. صافرة الكابتن أوميد مصطفى، كنا نتحدث عن نتائج الفريقين وخلال اللقاءات التي جمعت الفريقين، أكيد سنتحدث بتفاصيل اللقاءات التي جمعت الفريقين، لكن بعد هذه الكرة الثابتة دعونا نشاهد أحبتي من يسجل ومن يفتتح التسجيل بهذه المباراة. ثابتة الآن لنادي عندليب الفرات لنفط الوسط، الكرة الثابتة لنفط الوسط، تلعب الكرة من أحمد، وهناك من منتظر، عدت للأمام يا منتظر، وتعود بوسط الملعب من نيد أفريقي يلعبها هي الآن بأقدام حيدر، يحاول حيدر وتعود من محمد أبو حشيش، الكرة للاعب لويس فرنانديز، هناك من لويس فرنانديز باتجاه أحمد عبد الحسين، يلعبها بوسط الملعب من أحمد، وعادت مرة أخرى نقلة هناك من اللاعب بلال، من بلال لمصطفى، مصطفى يلعب هذه الكرة الصافي، طالت على اللاعب محمد أبو حشيش وغادرت أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب. توجيهات الكابتن عماد عودة، نعم، منذ استلام مهمة التدريب لنادي نفط الوسط وحتى الآن لن يحقق أي فوز مع نادي نفط الوسط، وهم ينتظرون النقاط الثلاثة لهذا المدرب، ولكن الأدوات كما هي. عندما تريد أن تغير لابد أن تستعين بلاعبين محترفين، لابد أن تعزز وتدعم صفوف الفريق بلاعبين مميزين. هذه ليست المهمة الأساسية بأن تقوم بتغيير مدرب أو مدربين، لابد أن تكون هناك نوعية للاعب المميز. فنادي نفط الوسط كما اعتدنا على هذا النادي دائما يكون من الأندية التي تنافس ونراها في المربع الذهبي، ففي موسم 21 كان ينافس أيضا واحتل المراكز المتقدمة، لكن الموسم الماضي أيضا عانى معاناة كثيرة حتى احتل المركز 18 بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق. الموسم الماضي كان في الترتيب 18 بعد ما لعب 8
31 مباراة، أيضا حقق الفوز ب5 مباريات فقط، وتعادل ب21 مباراة، خسر 12 مباراة وسجل 26 هدف، واستقبل الشباك 34 هدف، بينما جمع 36 نقطة. كان ملك التعادلات في الموسم الماضي ب21 تعادل. عادت هناك الكرة بنقلة وخسر ب12 مباراة وبقي في دوري نجوم العراق. وهذا الموسم نشاهد نادي نفط الوسط لن يحقق الفوز بأي مباراة خلال 21 مباراة خاضها نادي نفط الوسط. لابد أن يكون هناك شيء، ولابد أن يكون هناك تدخل لتغيير مسار نادي نفط الوسط هذا إذا أراد البقاء في دوري نجوم العراق ولا يريد الهبوط للدوري الممتاز. نترقب، نشاهد حتى الآن عندليب الفرات اعتدنا على هذا الفريق بأن يقدم معطيات جميلة. فهذا النادي الذي حقق دوري العراقي بموسم 2014-2015 اليوم ترى هذا النادي يعاني. مرت الكرة بوسط الملعب، هناك بتمريرة للأمام لنادي النفط، فتعود من المدافع أحمد، وهناك في الجهة اليسرى مستمرة حتى الآن، وأحمد نعيم هو قريب لأحمد عبد الحسين، من أحمد عبد الحسين وصلت وللأمام الكرة بأقدام اللاعب عمار لحسن، يلعبها حسن، وما زالت هناك محاولة لنادي النفط. نعم، في مباراة النفط ونفط الوسط تحدث المفاجآت دائما، ونيد فريكي بعد ما حاول واعتراض من اللاعب بلال خضير اللاعب البديل، ويبدأ اعتراضه بعد التدخل بالكرة الماضية. والتعادل مستمر قائم بهذه المباراة في ملعب المدينة، لا شيء للنفط ولا شيء لنفط الوسط. هل تبقى المباراة مستمرة بهذا الحال؟ كما ذكرنا بأن الشوط الثاني دائما ما يكون هو شوط المدربين. جوزيف على ما يبدو سيترك أرضية الملعب. نعم، جوزيف ترك أرضية الملعب ويشرك الآن أحمد صبري. أحمد صبري بدلا من جوزيف. هذه التغييرات أيضا تستمر بهذه المباراة، واشتراك اللاعب وليد كريم، كذلك وليد يشرك بهذه اللحظات. عمار غالب وأحمد نعيم. تغييرات المدرب باسم قاسم. ملعوب الكرة للأمام هنا بالراس، وتستمر لنادي نفط الوسط. هل هذه التغييرات ستغير نتيجة المباراة؟ هل ستأتي بالأهداف بعد ضم اللاعب وليد كريم وأحمد صبري؟ وهذا سامسون دير، اشترك كابتن الفريق وليد كريم. أبو حشيش، محمد أبو حشيش من الأردني تلعب الكرة، وهنا تعود طويلة بهذا الأسلوب. هل تصل لي اللاعب أوكيكي؟ لكن هناك محاولة مستمرة لنيد وصافرة حكم المباراة لا عدت. يطلب استمرارية اللاعب هو بوسط الملعب. هي تعود الآن لوليد كريم. وليد كريم يعيد الكرة هناك من وليد لأحمد. تستمر بهذه التمريرة، عدت الآن. هل يعيد الكرة؟ أحمد ضاعت وغادرت أرضية الملعب. البديل أحمد صبري. أحمد وهذا اللاعب حيدر حسين. استمرت تلك المحاولات، وسامر، وما زلنا نترقب يا سامر، والكل يترقب وينتظر هل ستأتي الأهداف بهذه المباراة، ولمن ستكون الأهداف بمباراة اليوم. النفط لا شيء ونفط الوسط لا شيء، والتعادل هو المهيمن على أحداث اللقاء من أحمد صبري. يحاول الآن أحمد صبري ولكن غادرت أرضية الملعب. بلال خضير يترك الكرة تغادر أرضية الملعب. هذا بلال وهذا أحمد صبري. الكرة غادرت أرضية الملعب يا أحمد صبري. أيضا منتظر شعلان، وحتى الآن لم يظهر بالمستوى المطلوب. منتظر شعلان. عميد مصطفى هو من يثير هذه المباراة، والكرة عدت
هذه صافرة الحكم لن تطلق حتى الآن بالأهداف. عدت الكرة، تشاهد أغلب الكرات تدر. أحمد عبد الحسين، أحمد عبد الحسين هو من يلعب الكرة الجانبية من أحمد عبد الحسين لتعود مرة أخرى. هناك صافرة وخطأ براية المساعد بريار قادر، المساعد الثاني لحكم المباراة. شاهد تدخل اللاعب سامسون مع اللاعب منتظر شعلان بالكرة الماضية. هذا سامسون دير وشعلان النيجيري مع منتظر يحاول، وسامسون دير يريد أن يقطع الطريق على اللاعب منتظر، فمرت الكرة طويلة هنا بالراس تغادر أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية الملعب، فأغلب المحاولات مستمرة بهذا الأداء المتواضع. نعم، حتى في الشوط الثاني كنا نتمنى بأن نشاهد الأهداف، لكن هناك المزيد من الوقت. ربما يأتي هدف ويفاجئ الجميع، ربما يكون الهدف لنفط الوسط ويذهب هناك للنجف ب3 نقاط، أو يكون لنادي النفط وتبقى النقاط الثلاثة هنا في العاصمة في هذا الديربي النفطي. ما زلنا نشاهد وننتظر ونترقب تكتيك المدربين. أحيانا يظهر في اللحظات الأخيرة، في الدقائق الأخيرة تكون هناك ثمار المباراة بالنقاط، وهم يبحثون عن نقاط 3 أو سيتقاسمون نقاط مباراة اليوم. من الممكن أن تصبر حتى النهاية حتى تشاهد النتيجة لمن تكون. نادي نفط الوسط نعم تعادل سلبا أمام تهوك ونفط ميسان والطلبة والميناء وزاخو والكرخ، تعادل من دون أهداف، واليوم يحاول بهذه المباراة كذلك ليخطف نقطة ثمينة من نادي النفط ويتعادل سلبا، بينما تعادل بهدف لمثله ب3 مباريات. تعادل أمام نادي أمانة بغداد والقاسم وأربيل. محاولة تعود هنا الكرة من جديد، لا زالت لعندليب الفرات. مرت الكرة من أحمد، هل تكون العرضية حاضر أحمد عبد الحسين؟ والعرضية مرت الكرة، لا طالت ومرت من فوق العارضة. يا أحمد عبد الحسين بهذه التسديدة الجميلة التي غادرت أرضية الملعب. نعم، من فوق العارضة في أعلى سقف المرمى تغادر أرضية الملعب. تسديدة اللاعب أحمد عبد الحسين، والمحاولات هي مستمرة. نفط الوسط يحاولون ونادي النفط يحاولون كذلك، ويبحثون عن هدف أول بهذه المباراة، لكن الهدف حتى الآن غائب عن هذه المباراة. لا شيء لنفط الوسط ولا شيء لنادي النفط. هو الكرة تعود هنا بأقدام اللاعب محمد أبو حشيش، وتلعب من اللاعب بلال هناك لبكاري عندايوة بوسط الملعب. عادت لسامسون دير، سامسون دير من سامسون وبوسط الملعب باتجاه عمار لأحمد، هناك لحسين، هذا حيدر من اللاعب عمار، وهناك صافرة لحكم المباراة، والخطأ بعد التدخل مع اللاعب بكاري بالكرة الماضية أو ناثانيل حاول بهذه الكرة لتعود مرة أخرى. هي مستمرة الآن بهذه الكرة، لكن هنا هاي الإبعاد وتغادر أرضية ملعب حكم المباراة. يطلب استمرارية لعب وسقوط اللاعب أبو حشيش. سلامة اللاعب محمد أبو حشيش الأردني سقط أرضا. سلامة للاعب محمد أبو حشيش ولكل اللاعبين بعد التدخل بالكرة الماضية. شاهد بينما بين اللاعب أحمد نعيم بالكرة الماضية كان التدخل من أحمد نعيم، وكانت هناك استمرار الكرة بقدم اللاعب أحمد نعيم. من أحمد نعيم يلعب طويل أحمد للأمام، كرة بالراس تتهيأ الآن، هذه المرة بتسديدة انقطعت وعادت مرة أخرى
ويأتي الإبعاد من اللاعب أحمد. هناك صافرة لحكم المباراة أوميد مصطفى، والواضح بالصورة حيدر عبد الحسن المساعد الدولي لحكم المباراة. كانت هناك الراية والقرار لحكم المساعد. نعم الراية كانت حاضرة، والتسلل على اللاعب أوكيكي من لقطة الماضية. أفولابي أوكيكي عنده 11 هدف ويبحث عن الهدف الثاني عشر. هل يتمكن من تسجيل هدفه الثاني العشر حتى يعادل أهداف اللاعب علاء الدين الدالي لاعب نفط ميسان؟ ننتظر. أحمد نعيم على التنفيذ لكرة التماس من أحمد نعيم، تتهيأ وهنا الكرة تعود مرة أخرى، مرة العرضية حاضرة من أحمد نعيم. يأتي الإبعاد يا نعيم، عادت لصبري والكرة وصلت من أحمد صبري لتعود مرة أخرى هنا لنادي نفط الوسط للعندلي. عجيب عجيب، فلا شيء حتى الآن في هذه المباراة، لا شيء لعندلي بالفرات ولا شيء لنادي النفط بمباراة. نعم هذه هي المباراة 17 التي تجمع الفريقين، والتعادل مستمر حتى الآن خلال لقاءات الفريقين. ب16 لقاء ماضي حضر التعادل ب7 لقاءات. هل يكون التعادل الثامن الذي يجمع الفريقين؟ مرت الكرة وصلت لأحضان الحارس. خلال لقاءات الفريقين حضر التعادل سلما من دون أهداف في مباراتين. وهل يكون التعادل بهذه النتيجة للمرة الثالثة خلال لقاءات الفريقين؟ عدت أم سيأتي الهدف وتحضر نتيجة المباراة هنا بتسديدة وغادرت أرضية الملعب أيضا بهدف لهدف. حضرت في مرتين وكذلك بهدفين مقابل هدفين. هذه النتيجة حضرت مرتين، وأيضا 3 أهداف مقابل 3 أهداف حضرت أيضا مرة واحدة بهذه المباراة. ولا زلنا نترقب ونشاهد أحبتي في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين وانتهت ب3 أهداف مقابل 3 أهداف. يومها سجل اللاعب اليمني ناصر محمدو، سجل هاتريك في شباك النفط بتلك المباراة التي انتهت بالتعادل ب3 أهداف مقابل 3 أهداف. وناصر محمدو من ثم انتقل في نصف الموسم بالمرحلة الأولى لنادي الشرطة، وبعد ذلك انتقل الآن لنادي زاخو بالأمس أيضا. شارك كلاعب أساسي مع نادي زاخو. وتلعب هذه الكرة هنا، تتهيأ من جديد بوسط الملعب، محاولة العبور هي مستمرة بها التمريرة من أحمد يحاول عمار غالب أوكيكي بهذه الكرة من أوكيكي ويأتي الإبعاد، تتخلص ومصطفى من مصطفى وصلت للحارس مصطفى زهير. يا مصطفى زهير مستمرة هذه المحاولات بتبادل الهجمات الأكثر وصولا وضغط على دفاعات نادي نفط الوسط. النفط يبحثون عن هدف أول، وأحمد نعيم يعيد الكرة هنا بوسط الملعب لحسن داخل، من حسن داخل مرت الكرة هناك باتجاه عمار غالب وبوسط الملعب نقل الكرة من أفولابي. تعود الكرة من جديد بوسط الملعب هناك من حسن لسامسونج. هل تصل الكرة هنا الآن لحسين عبد الواحد وهم يحاولون، فعادت بوسط الملعب نقلة من جديد تتخلص. أوكيكي يخطف الكرة، أوكيكي يحاول العبور على دفاعات نفط الوسط، يريد أن يخترق سد النفط ويعدي، بينما الكرة بوسط ملعب من حسين يعيد الآن للاعب بكاري أنتاي ومرت من علي. بهذه اللحظات علي يلعبها من علي، ملعوبة الكرة تتخلص ويأتي الإبعاد، أبعدت من أمام اللاعب سامر محسن وغادرت أرضية الملعب. أحمد نعيم أبعد الكرة الماضية، محمد أبو حشيش. يا أبو حشيش كل شيء يمضي بهذه المباراة
والتعادل مستمر بالنتيجة البيضاء بلون القمصان البيضاء لنفط الوسط. وعدت الآن هنا الكرة وهنا المحاولة من بلال، مرت الكرة وتعود من جديد، لكن هنا من يتدخل؟ أحمد يقطع الطريق ويلعب الكرة بوسط الملعب لعمار غالب، يقود هجوم لمصلحة نادي النفط. عدت الآن أوكيكي يستلم هذه الكرة من أوكيكي. هذا الهجوم لنادي النفط، يحاولون عن طريق أوكيكي ويلعبون الكرة هناك في الجهة اليسرى. تعود أحمد نعيم، يأتي من الجهة اليمنى ويتحول للجهة اليسرى هذا اللاعب، حتى عاد الكرة هناك من عمار، وصلت لأحمد مرة أخرى ويبعد الكرة لخارج أرضية الملعب لوجود لاعب ساقط على أرضية الملعب. سامر محسن، السلامة لسامر محسن، السلامة لكل اللاعبين بعد ما تدخل بالكرة الماضية. سلامة اللاعب سامر محسن بعد ما اشترك مع اللاعب حسن داخل بالكرة الماضية. حسن داخل يقدم معطيات جميلة مع النادي النفط هذا الموسم وفي المرحلة الثانية. وتشاهد هنا صافرة الكابتن أوميد مصطفى. التعادل من دون أهداف مستمر حتى الآن، وهل يكون حاضرا حتى نهاية المباراة أم سيأتي هدف خلال الدقائق المتبقية؟ نعم، 20 دقيقة على نهاية أحداث هذه المباراة أحبتي، والتعادل ما زال هو المستمر بقمة هذه المباراة. ربما دائما الغيابات تكون مؤثرة، فأكثر من لاعب مع نادي نفط الوسط غائبين عن هذه المباراة. حرمان اللاعب عباس جاسم في المباراة الماضية بسبب تلقي البطاقة الحمراء، وكذلك علي كاظم قطفان الحارس المصاب، وهشام أحمد مصاب، كرار جاسم ومشكور كريم أيضا غاب عن هذه المباراة بسبب الإصابة. وصلت هنا المحاولة والإبعاد يأتي، تغادر أرضية الملعب. وليد كريم حاول وليد، ولكن أفقد الكرة الماضية. وليد يفتقدها وغادرت أرضية الملعب من وليد، وتأتي صافرة هنا الجانبية ملعوبة الكرة من أبو حشيش وتتخلص للأمام. أبو حشيش من لويس، مرت هناك بوسط الملعب، تبادل الكرة هناك لأحمد عبد الحسين، يبحث عن زميل بوسط الملعب. ناثانيل يلعبها من ناثانيل، مرت الآن، عدت الآن وتعود مرة أخرى. حسين عبد الواحد من حسين وتعود بوسط الملعب، هذا علي ماجد مرة أخرى. لويس يلعب هذه الكرة من لويس فرنانديز، يلعبها وتغادر أرضية الملعب. هذا ناثانيل بانجون سدد، والكرة هناك للجهة اليسرى تستمر لنادي النفط من حسين عباس، يحاول بهذه الكرة بوسط الملعب، لكن هناك حسن من حسن لعمار ومستمرة هذه الكرة تحت أقدام اللاعب عمار غالب بوسط الملعب، هو من يعد الآن. عمار لأحمد صبري، أحمد صبري يلعب هذه الكرة من الجهة اليسرى، مرت هذه المرة لنادي النفط والعرضية، كرة الهدف، جول! أوكيكي يضيف الهدف الأول. أفولابي أوكيكي يسجل الهدف الأول بعد تلك المحاولات التي استمرت منذ الشوط الأول والتسديدات والتهديدات التي وصلت مرمى الحارس مصطفى زهير. أوكيكي يسجل أول أهداف المباراة. هل هناك رأي أم تسلل؟ لا 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 لا، وهنا وصلت لأوكيكي ويضيف أول أهداف المباراة. نعم، أخطأ أحمد صبري، ولكن أفولابي أوكيكي لا يخطأ بتمريرة ذكية من ندفريكي، يأتي الهدف الأول بأقدام أفولابي أوكيكي ويسجل هدفه الشخص الثاني عشر في دوري نجوم العراق لهذا الموسم. ارقص 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 يا أوكيكي، يرقص بهذه الرقصة النيجيرية الجميلة. أوكيكي يسجل الهدف الأول بالمباراة، هو الشخص الثاني عشر بعد ما سجل في شباك نادي أربيل
وسجل في شباك الطلبة، وسجل ثلاثية في شباك الكهرباء ونوروز، وأيضا عنده هاتريك ثلاثية في مباراة الذهاب التي انتهت ب4 أهداف دون رد، ويضيف هدفه الرابع في شباك نادي نفط الوسط. هذا الموسم سجل ثلاثية في مباراة الذهاب في شباك نادي نفط الوسط، والآن يسجل هدفه الرابع في شباك النفط والأول في هذه المباراة. كذلك سجل في شباك الميناء والقاسم، عنده 12 هدف، يتساوى مع اللاعب علاء الدين الدالي المحترف السوري لاعب نادي نفط ميسان، وكذلك من يبقى متصدرا لهدافي دوري نجوم العراق أيمن حسين ب19 هدف، وأوكيكي أصبح برصيده 12 هدف، متساويا مع العقيد السوري علاء الدين الدالي. هذه الإعادة، هل كرة غادرت أرضية الملعب؟ وهنا ندية المباراة مستمرة بعد أن انتظر النفط كثيرا، وبتلك العرضية الجميلة نعم التي قادت المباراة بهدف. هذا الهدف حرك المياه الراكدة للمباراة بعد محاولات استمرت منذ انطلاق المباراة وحتى الآن وهم يبحثون عن هدف، والكرة ضاعت هنا وغادرت أرضية الملعب في أقل من ربع ساعة، وربع ساعة هو المتبقي على نهاية المباراة. بهذا الربع ساعة هل يعود فريق نفط الوسط ويعدل نتيجة المباراة، أو يكون هناك هدف ثاني يقود قمة هذا اللقاء في هذا الديربي النفطي؟ وصلت من جديد هنا الكرة ونقلة، تعود ويأتي الإبعاد طويلة من سامسونج دير، وصلت من أحمد عبد الحسين، الكرة بالراس تنتقل للاعب أحمد صبري، من أحمد صبري يحاول العبور، صبري أن يمر الكرة لي عفولابي أوكيكي، ولكن تتخلص وتعود مرة أخرى لوليد كريم. وليد كريم عادت بوسط الملعب يا وليد كريم لسامسون دير، سامسون دير لأحمد نعيم بوسط الملعب يا أحمد نعيم، يلعبها باتجاه اللاعب أوكيكي، ولكن هناك سقوط اللاعب أوكيكي، وحكم مباراة لاسال مستمر في المباراة. وجود لاعب ساقط على أرضية الملعب، أوكيكي ساقط بأرضية الملعب، وهنا بكاري أنداي يبعد الكرة نعم احتراما لخصمه في المباراة، لمنافسه في المباراة، لزميله في المباراة، سلامة اللاعب أوكيكي. وعلى ما يبدو هناك تغييرات، سامر محسن يترك أرضية الملعب، وأيضا سيكون هناك اشتراك اللاعب علي قاسم، وكذلك اشتراك اللاعب مؤمل راشد، واشتراك اللاعب بهذه اللحظات نترقب أحبتي 3 لاعبين يشاركون، وأيضا سيبستيان. شاهد هنا بعد التدخل من اللاعب بكاري أنداي مع أوكيكي بالكرة الماضية والخطأ، لكن بكاري أيضا هو من أبعد الكرة بروح رياضية لخارج أرضية الملعب. سلامة لكل اللاعبين. أوكيكي صاحب الهدف الأول والوحيد في المباراة لنادي النفط. توجيهات ونظرات الكابتن باسم قاسم، وشاهدنا تغييرات للمدرب عماد عودة بهذه اللحظات. هل تتغير الأمور؟ هل تعود بالتعادل من جديد؟ نشاهد أحبتي، ننتظر. هل سيأتي هدف ويعدل نتيجة المباراة، أم تستمر بالتقدم بهدف مقابل لا شيء لمصلحة نادي النفط الذي تقدم عن طريق اللاعب أوكيكي؟ سجل الهدف الأول لمصلحة نادي النفط، وأكيد يريد أن يقفز بترتيب دوري نجوم العراق. نحن نشاهد وننتظر الكرة بوسط الملعب، مرت هناك محاولة تستمر بينما تغادر أرضية الملعب. الكل يترقب ويشاهد أحداث هذا اللقاء ما بين النفط ونفط الوسط. هذه الكرة مرت
ولا زالت حتى الآن هي مستمرة. تلعب في حال إذا حقق الفوز نادي النفط أكيد سيكون هناك برصيده 33 نقطة، فهو حتى الآن يمتلك 30 نقطة. وما زلنا نشاهد أيضا هناك تستمر ندية المباراة وقمة هذا اللقاء. بهذه المباراة الشرطة بصدارة الترتيب، والقوة الجوية سيلعب مباراته أيضا اليوم أمام نفط ميسان، فهو الآن في المركز الثاني. وكذلك الزوراء يقفز للمركز الثالث بفارق الأهداف، بينما بين زاخو الذي احتل المركز الرابع. زاخو عنده 16 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف فقط. ونوروز في المركز الخامس، عدت الكرة نوروز ب33 نقطة وأيضا عنده 31 هدف. مرت الكرة من جديد هنا بوسط الملعب. في حال فوز نادي النفط سيكون في المركز السابع، والكرة عدت هناك من جديد بنقلة، والنجف إذا تمكن من الفوز وأنهى مباراته أمام القاسم فأكيد سيقفز للمركز السادس أيضا بفارق الأهداف، بينما بين النفط لازلنا نشاهد أم تكون المركز السادس من نصيب نادي النفط. وهنا المحاولة الكرة بوسط الملعب، فتستمر ندية هذا اللقاء وإثارة هذه المباراة أحبتي بالتقدم بهدف لنادي النفط عن طريق اللاعب أفولابي أوكيكي، هو من أضاف الهدف الأول في المباراة. وحتى الآن نادي نفط الوسط يبحث عن هدف يعدل نتيجة المباراة بهذه الدقائق المتبقية لأحداث مباراة اليوم. مرت الكرة من جديد هنا الكرة تلعب وبوسط الملعب بنقلة، لا زالت بهذه المحاولة وتعدي، يلا عدت. وهناك الإبعاد للكرة الماضية، الإبعاد يأتي للكرة الماضية. ذكرنا هل يتساوى نادي النفط مع نفط الوسط خلال اللقاءات التي جمعت الفريقين؟ نفط الوسط فاز ب5 مباريات والنفط فاز ب4 مباريات خلال مواجهات الفريقين. هل يكون الفوز الخامس من خلال مباراة اليوم أو يكون التعادل الثامن الذي يجمع الفريقين؟ هنا عدت الكرة داخل منطقة ال18 وأحمد نعيم يحاول، بينما الإبعاد يأتي من حسن وتعود الكرة بوسط الملعب، نقلة للأمام باتجاه اللاعب أوكيكي من عمار. أوكيكي يلعبها خاطئة، تبعد الكرة من اللاعب بكاري أنداي، تعود بوسط الملعب لمصلحة نادي نفط الوسط. عدت لعندليب الفرات، هو الخطأ هنا الكرة لمصلحة نفط الوسط بعد التدخل بالكرة الماضية. أحمد شاهد بين اللاعب سيبستيان هو من حاول أن يقطع الطريق على اللاعب أوكيكي، وهنا ثابتة تترك للاعب محمد أبو حشيش. بهذه اللحظات أبو حشيش على التنفيذ، ولا زلنا نشاهد أحبتي ثابت هذه الكرة لنادي نفط الوسط من أبو حشيش، الكرة طويلة والارتقاء بالرأس وصلت لأحضان الحارس مصطفى طارق. من مصطفى طارق يا مصطفى، الوقت يمضي ويداهم أحداث المباراة. اللقاء الأول الذي جمع الفريقين موسم 2015 1-0 لنادي نفط الوسط، يوم سجل اللاعب ثامر برغش الهدف الوحيد، وبموسم 2016 أيضا 1-0 هذه النتيجة تكررت، سجل يومها اللاعب صالح زدير الهدف الوحيد. موسم 2019 2-1 لنفط الوسط على حساب النفط، يوم سجل اللاعب ذو الفقار عايد ومحمد قاسم نصيف، وسجل لنادي النفط اللاعب فرحان شكور بتلك المباراة. هنا الكرة وتستمر هذه المحاولة لنادي النفط أحمد، والعرضية حاضرة والإبعاد يأتي تتخلص، هي تعود مرة ثانية بوسط الملعب. هناك انتقالة مرت من اللاعب أحمد عبد الحسين يحاول
من أحمد عبد الحسين والكرة تعود هنا بوسط الملعب. تشاهد هذه المحاولات وتبادل هذه الهجمات بالبحث عن هدف يعد نتيجة المباراة أو هدف يضاعف نتيجة المباراة. هل يكون الهدف الثاني بهذه المباراة لنادي النفط أو هدف تعديل يأتي لنفط الوسط ويتقاسمون نقاط هذه المباراة خلال هذه الدقائق المتبقية من أحداث الشوط الثاني. ننتظر، فكل شيء ممكن في كرة القدم. لا يجب أن تستسلم ولا ترفع الراية البيضاء إلا أن تستمع لصافرة حكم المباراة، إلا أن تحسم الأمور بالنهاية تكون هناك نتيجة. إذا كانت مبروك الفائز وهاردك الخاسر، وإذا كانت النقاط بجعبة الجنرال باسم قاسم أو تعود بنقطة ثمينة أيضا لمدينة النجف، هناك لمحافظة النجف لكون النادي الثاني الذي يمثل هذه المحافظة العريقة بعد نادي النجف أيضا يلعب مباراته أمام نادي القاسم بنفس الجولة. عدت هناك الكرة وكنا نتحدث عن النتائج كذلك. 1-0 في موسم 2020 يوم سجل عبد الله عبد الأمير الهدف الوحيد بتلك المباراة، وأيضا بموسم 21 يوم سجل عمر منصوري الهدف الوحيد لنادي النفط بتلك المباراة التي جمعت الفريقين. لازلنا نترقب ونشاهد حتى الآن. بينما 2-1 لنادي النفط بموسم 2018 يوم سجل اللاعب رعد فنر وعلي سعد ومحمد سعد سجل لنادي نفط الوسط بتلك المباراة. هذه واحدة من أهم المواجهات التي جمعت الفريقين. كذلك بموسم 2018 في مباراة الإياب 3-0 لنادي النفط يوم سجل بتلك المباراة اللاعب أيمن حسين هدفين وزياد أحمد سجل الهدف الوحيد بتلك المباراة. عادت هنا الكرة بوسط الملعب ونقلة تعود لدفاعات نادي نفط الوسط، يبحثون عن هدف تعديل لنتيجة المباراة قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. مرت هنا الكرة بوسط الملعب ولا زالت من أحمد عبد الحسين يعيث بالوسط بالبحث عن هدف من أحمد هناك باتجاه اللاعب أنس والي. أحمد يحاول بأن يعدي، هل تصل لسيبستيان؟ يلعب الكرة من نثانيل والكرة تعود هنا بوسط الملعب. محاولة من أوكيكي يعيد الكرة وتلعب طويلة هناك باتجاه أحمد صبري لهذا عمار. تعود الكرة من أحمد للاعب لويس فرنانديز لبكاري أنداي بوسط الملعب. يا بكاري أنداي والكرة طويلة لنفط الوسط، يحاولون يبحثون عن الهدف، كادت أن تكون في المرمى ولكن ضاعت على سيبستيان. حاول سيبستيان نعم الكولومبي بأن يضيف هدف، وعلى ما يبدو هناك تغيير آخر لنادي نفط الوسط. يشرك أنس سليم بهذه اللحظات، أنس سليم، وأيضا سيشرك اللاعب عمار داخل. عمار كذلك يشرك بهذه اللحظات. من غادر بلال خضير واشرك اللاعب أنس. هنا الكرة تلعب ووصلت سهلا للحارس. كذلك نيد افريك من غادر أرضية الملعب. نيد افريك لاعب نادي النفط ولاعب لنادي القوة الجوية واللاعب اللي صنع الهدف الأول والوحيد بالمباراة حتى الآن. مرت هنا الكرة تستمر لنادي نفط الوسط بالجهة اليمنى، البحث عن هدف حتى يأتي هدف ويعد نتيجة المباراة أو تبقى النقاط الثلاثة لنادي النفط. النفط لن يحقق الفوز بنتيجة 1-0 خلال اللقاءات التي جمعت الفريقين. فاز 2-1، فاز 3-0، فاز أيضا 2-0 بموسم 22 يوم سجل وليد كريم وكرار
رزاق. وآخر لقاء فاز ب4 أهداف دون رد يوم سجل اللاعب أوكيكي 3 أهداف وحيدر حسين سجل هدف، واليوم يعود أوكيكي ويسجل هدف التقدم لنادي النفط. وهنا بعد التدخل مع اللاعب عمار داخل بالكرة الماضية، بينما نفط الوسط استطاع أن يفوز ب4 لقاءات بنتيجة 1-0. إذن هذه النتيجة تتكرر للمرة الخامسة خلال لقاءات الفريقين. 1-0 هذه النتيجة تتكرر للمرة الخامسة خلال لقاءات الفريقين. 17 لقاء يجمع الفريقين، نعم 4 مرات لنادي نفط الوسط تحضر نتيجة 1-0، وهذه المرة أيضا لمصلحة نادي النفط. نترقب هل بهذه اللحظات من الوقت المتبقي يأتي هدف ويعدل النتيجة ويفسد الأمور على نادي النفط، أو يكون هناك هدف آخر. من الممكن أن ننتظر ونترقب ما يدور، وربما في الوقت الإضافي الذي سيحتسب من حكم المباراة. عادت الكرة هناك من بكاري يلعب، تعود هناك بنقلة من أحمد، تلعب لعلي بوسط الملعب طويلة، هذه الكرة للأمام تتخلص، ولا زالت مستمرة حتى الآن. الإبعاد يأتي لهذه المحاولة، وصلت للاعب أفولابي أوكيكي وغادرت أرضية الملعب. ضاعت الكرة وتغادر أرضية الملعب. 5 دقائق كوقت إضافي لنهاية المباراة. 5 دقائق هل تكون كافية حتى يعود نادي نفط الوسط ويعدل نتيجة المباراة، أو يبقى نادي النفط محافظا على نتيجة المباراة بهذه الدقائق ال5 المحتسبة من حكم اللقاء؟ شاهد مرت الكرة هنا، وصلت تعدي، فنادي النفط خسر مباراة الماضية أيضا 1-0، وكذلك نادي نفط الوسط خسر مباراة 1-0 من الشرطة. وهذه كرة بوسط الملعب بهذا الأداء، والكرة تلعب هناك طويلة حتى غادرت أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب ومستمرة تبادل الهجمات. منتظر شعلان بعد محاولات عديدة، نعم باتت بالفشل وغادرت أرضية الملعب. وهناك حسين، وهذا وليد وأوكيكي صاحب الهدف الأول والوحيد، الهدف الجميل في المباراة، ليرتقي بسلم الهدافين ويحجز مكانه، نعم متساويا مع لاعب نادي نفط ميسان السوري علاء الدين الدالي، وخلف اللاعب أيمن حسين لاعب القوة الجوية الذي برصيده 19 هدف. مرت هذه الكرة هناك بمحاولة لنادي نفط الوسط، حتى هذه اللحظات هم يحاولون، وهناك الخطأ والصافرة الآن لمصلحة اللاعب أنس سليم، والخطأ لنادي نفط الوسط. شاهد بعد التدخل بالكرة الماضية من اللاعب حسين عباس مع اللاعب أنس سليم البديل. سلامة اللاعب أنس سليم وصافرة حكم المباراة. هنا الخطأ لمصلحة عندليب الفرات. هل ينجحون؟ هل يسجلون الهدف الذي سيعيد المباراة للتعادل؟ نشاهد، نترقب. ثابتة هذه الكرة، تلعب الآن وبالراس، وصلت لأحضان الحارس. الكرة وصلت لأحضان الحارس. نعم محاولات هي مستمرة بتبادل هذه الهجمات